طبعا الآراء اللي اتقالت في التقرير آراء محترمة وحكيمة، لكن أنا أشك أن الناس الطيبة المحترمة اللي اتكلمت في التقرير ده تبقى عندها جرأة وشجاعة أنها تقول الكلام ده لأهلها ولجيرانها ولنفسها. أحيانا في حالة خوف من فكرة الوقوف أمام أو مواجهة ظاهرة الإسلام الميكروفوني ده. عشان كده بقول لكم ان إديسون اخترع الميكروفون سنة 1877، لكن أنا متأكد أن أكبر عدد من الميكروفونات في العالم موجود في مصر أكتر من أي دولة. من أول مرة حطوا فيها ميكروفون قصاد المطربين في مصر سنة 31، بعد كده بكم سنة بدأ الميكروفون يدخل بقى الجوامع، ولما انتشرت الكهرباء صار شعار كل جامع فيك يا بلد ميكروفون واحد لا يكفي. وتحولت القاهرة مثلا على سبيل المثال من بلد ال1000 مئذنة إلى بلد ال1,000,000 ميكروفون. لكن يا أخي الغريب، ليه بقى الميكروفون هو البدعة الوحيدة اللي فرح بيها المتشددون المسلمون؟ دول بيتهموا كل اللي جه من الغرب بأنه استعماري صليبي إباحي بها غرضه ضرب الإسلام ومش عارف حرام وبدعة، إلا الميكروفون اختراع غربي صرف أجنبي تماما، ومع ذلك على قلبهم زي العسل. هو الحاجة الوحيدة التي لم تتهم بأنها بدعة، وكأن الموضوع جاي للعرب والمسلمين على الطبطاب باعتبارنا ظاهرة صوتية. عايز أقول لكم أن الميكروفون دخل الجامع في السعودية سنة 52، الوهابيين والوهابية في السعودية حرمت تقريبا كل شيء إلا الميكروفون. زي ما بقول لكم وعيد وأقول، العرب يبدو أنهم ظاهرة صوتية فعلا، عشان كده الميكروفون جالهم على الطبطاب. هل لأن حالة التطرف والتخلف اللي عايشينها خلت الإزعاج الصوتي والتشويش والتداخل بين ميكروفونات الجوامع كأنه تدين، كأنه مظهر من مظاهر قوة الإسلام؟ إزاي أساسا اختصروا قوة الإسلام والتدين في أنه مؤذن نصف أمي بيغلط في تشكيل الأذان يدا في غرف نوم الناس؟ إزاي؟ كيف جرى هذا الاختصار؟ بقول لكم مرة واحد صاحبي كان فلاتي الحقيقة، ربنا هداه واتجوز وسكن في عمارة قدامها جامع ميكروفوناته مجلجلة. أول ما يجي يعيش حالة الحياة الطبيعية مع مراته يفاجأ بالأذان. أذان بقى إيه؟ من بواب جامد عفي وصوته خشن فظيع يخرم ودانه، فيتوتر ويقلق ويخاف، يعني أحسن يكونوا فاهمينه أنه ما تبش ولسه فلاتي زي زمان. في لحظة هو بيحاول يعيش حياته الطبيعية المفترضة مع زوجته، جاءت أصوات الآذان اللي طالعة من 3 بوابين تحت تشق عليه غرفته. قام ساعتها جري على البلكونة وقعد يصرخ في الشارع: والله العظيم مراتي يا جماعة وعلى سنة الله ورسوله. خاف أحسن يكونوا قلقانين. تعالوا بقى نشوف كيف يرى علماء مسلمون موقف الإسلام من الميكروفون اللي بره الجامع. تعالوا نسمع ونشوف. أما استعمال الميكروفون ده خارج المسجد فإذا كان للأذان فهذا لا بأس به ولا حرج، بل هذا أمر مطلوب شرعا، لأن الشياطين تولي وتدبر حينما تسمع صوت المؤذن. وكثير من النصوص الشرعية قاطعة بأن صوت المؤذن بأن ثواب المؤذن يوم القيامة يكون بحسب بلوغ صوته في الناس، فكلما بلغ صوته إلى أكبر عدد ممكن كلما كان ثوابه أكثر وأجل من الله عز وجل. أقترح أن يكون الميكروفون في مسجد واحد من مساجد الحي، بحيث يستمع الجميع لأذان هذا الميكروفون أو يستمع الجميع للقراءة في هذا الميكروفون، بشرط ألا يكون هناك إضرار بالجيران. فإذا انتقل الأمر إلى الإضرار واشتكى الناس وخصوصا الجيران الأقارب من هذه الأصوات، فإنه كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم: الضرر يزال، وكما قال: لا ضرر ولا ضرار. ويمكن الاستماع إلى هذه القراءة وإلى هذه المكبرات داخل المسجد وليس خارجه. الحقيقة أنا عايز بس أبشر علمائنا اللي قالوا هذه الإجابات الأقرب إلى روح الفتوى، يعني إنه محدش يسمع كلامهم. ومهما تحاول تقول ل1,000,000 ميكروفون في مصر إنكم سبب ربما تخلفنا مش دليل تديننا، وإنكم بالعكس بقى بتخالفوا أوامر النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لن تجد مجيبا
محدش هيسمعك ولا يجيب لك. أصابتهم الميكروفونات بالصمم، هم كله إلا الميكروفون. امال يبقى مسلم إزاي وينشر الإسلام إزاي ويغيظ لقباط إزاي ويكيدهم إزاي من غير ما يشغل الميكروفون؟ هو أنتوا كده يا ملاحدة يا علمانيين يا رمم عايزين توطوا صوت الإسلام وتخوفوه؟ تقول له يا عم ده مش صوت الإسلام، ده صوت عم شوقي البواب أو الأستاذ فتحي اللي على المعاش. لكن ولا هم هنا. الدين يعني الميكروفون، وسيظل الميكروفون عاليا خفاقا دليلا على عقول فاهمة الدين غلط. ده إذا كانت فاهمة أصلا، ده إذا كانت بتفهم من أساسه. يا أخي الإسلام دين الذوق، فخلوا عندكم ذوق. الإسلام دين العقل، فخلوا عندكم عقل. فيكشوا فيك ويبرقوا عينيهم ويقولوا لك أتذكر ميكروفوناتنا بسوء؟ والله لنعلقن رقبتك في صحن الكعبة ولنضعن ميكروفوناتنا في زورك عشان الناس تسمعك، وثكلتك أمك، ثكلتك أمك، الناس تسمعك وانت بتنونو بالقلم يا عدو الميكروفون، خسئت. اذكر ميكروفوننا بخير. ونحن نشيله من البلكونة بتاعتك ونحطه في شباك المطبخ بتاع خزيمة بن خزاعة، أصل المدام بتاعته زعقت لعم منجي البواب وتالله لليورينك يا مدام خزاعة يا أم الوتوت الرخم. عموما هذا ما يمكن أن تجده من معاناة عندما تقول للناس إن الميكروفون مش من الإسلام. يا جماعة يا جماعة والله العظيم الميكروفون ليس من الإسلام. الإسلام انتشر من غير ميكروفون. اصحوا بقى، اصحوا. الميكروفون نيلة منيلة، الإسلام أقوى بالميكروفون. ربنا يهديكم. أشكركم ونخرج نروح على فاصل.